يا مساء الانوار وحلقه جديده وتحدي جديد 300 متر تتابع جديده. منور الدنيا يا حس. حلقه النهارده مليانه مفاجآت وضيوف جداد. عشان ايه بقى؟ عشان احاول اكسب اكيد، ما فيش خالص. ماشي. منور يا صدوق. حبيبي يا اسو، حبيبي ترى يا جد ايه معاك النهارده؟ يلا بينا. يلا بينا. انا جاهز جاهز. جاهز. يلا يا باشا. السؤال الاول: امام اي نادي سجل كريستيانو رونالدو هدفه الاخير مع نادي؟ يوفنتوس. غلط. تسمع السؤال: امام اي نادي سجل رونالدو هدفه الاخير مع نادي ريال مدريد؟ 5 4 3. اسبانيول. غلط، الاجابه هي فياريال. ماشي. فاكره دوري ابطال بس ماشي. ماشي. يلا. السؤال الثاني: مين هو اللاعب اللي حقق جايزه افضل لاعب في اوروبا عام 2000؟ افضل لاعب في اوروبا دي ذا بيست. لا، افضل لاعب في اوروبا اللي هي بتتقدم من اليويفا. ماشي تقدم الويفا كده بتيجي تقدمها. ماشي. حقق افضل لاعب في اوروبا عام 2012. ريبري. غلط. واحد من منتخب اسبانيا. انا شاكك ما بين اثنين، انيستا وتشافي. اندريس انيستا. اجابه صحيحه. الحمد لله. ماشي حلو. واحد ايه ريبري صفر. 2012 دي؟ 2013. السؤال الثالث: عند تحقيقه بطوله يورو 2012 اين كان يلعب خيسوس نافاس؟ 5 4 3 2 1. مانشستر سيتي. اجابه خاطئه. مش اشبيليا. محتاجه يعني. اجابه صحيحه. هو 2-0. امتى؟ 2013. برضه حق اليورو. لا اله الا الله. ماشي. السؤال الرابع: في مباراة باريس سان جيرمان برشلونة الإياب اللي انتهت 6-1 لنادي برشلونة، مين سجل الهدف الثاني لبرشلونة؟ انا فاكر ان شاء الله يعني فاكر. شاكك ما بين اثنين. 5. اندريس انيستا برضه. غلط. 5 4. اقول سواريز ولا اقول حد جابه في نفسه؟ راح. اقول ايه؟ بجد اقول ايه؟ قول لي انت شايف ايه؟ سواريز. إجابة خاطئة، هو كورازاوا جابه في جابه في نفسه. نفسه صح؟ انظر. انا كنت ما بين دي ودي والله، بس ما كنتش عارف مين اللي جابه في نفسه فالحمد لله. ماشي. انت كنت عارفها؟ طيب السؤال الخامس، كل واحد معاه لسه ان هو يستعين بفريقه، معاكم اساطير برضه. السؤال الخامس: اين اعتزل اللاعب الهولندي فاندر سار؟ اسم الباك دروب. مانشستر يونايتد. إجابة صحيحة. 3-0. والسؤال اللي بعده رقم 6 وبيقول: ماشي. في أي عام انتقل اللاعب الهولندي برضه فان نيستلروي؟ مانشستر ولا ريال مدريد؟ ريال مدريد. إجابة صحيحة، بس لا، إيه سنة كام بقى؟ يا ابني يا عم. ايه يا عم ده؟ شايف ايه يا جدعان؟ بشوف ايه؟ شايفين والله العظيم بشوف ايه؟ 5 4. 2006. إجابة صحيحة. يلا يا عم بس هناك كده. يلا. لا بص حطه في بقك. طب قربوا شويه كده. ما انت مقربه اصلا. طب ما هو يعني انت ايدك دي يعني ايه؟ ما انا حاططها والله بعيد. السؤال السابع: مين هو أكتر لاعب أجنبي تسجيلا للهاتريك في الدوري الإنجليزي؟ اجنبي. سيرجيو اجويرو. إجابة صحيحة. 4 معلومه 1. معروفه يعني. معروف والله. طيب ماشي. انا عارف. طيب يا عم. بتفرج على كوره. السؤال الثامن: مين هو المدرب الفائز بالسوبر الأوروبي العام 2012؟ هستعين بهوتر. انت عارف؟ انت عارف يعني؟ بس في المايك عندي. السوبر اوروبي 2012 كسبوا اتلتيكو على تشيلسي والمدرب كان دييغو سيميوني. نقطة الهوتر. لسه كسبوا تشيلسي بقى وقتها. كيف؟ اجابه صحيحه. لا يعني عشان دي عشان مجيته. كسف يجيبوا على سؤال واحد. فجاوبوا عليه. 5-1. السؤال التاسع:
أين هو الآن المدرب الأسباني لوبيتيجي؟ مدرب منتخب الامارات. إجابة خاطئة. مدرب منتخب قطر. إجابة صحيحة. يا أخي، سرقة يا القرن. اخي يا اخي بطل. والله افتكرت. يا اخي بطل. السؤال الأخير. سمعنا كده النتيجه يا صدقي، انت مالك حزين كده؟ بص السؤال الاخير وهو بص في الارض. ماشي. سمعنا النتيجه يا صدقي، ده اول مره تحصل. السؤال الأخير والنتيجة 6-1. ماشي. يعني أتمنى حد يجاوب. السؤال العاشر، مين هو أو إيه هو أول نادي أوروبي لعب ليه اللاعب المصري ميدو؟ حسام. حسام الاول. جنت. 6-2 تنتهي أول 100 متر معانا. حلو يا حسام. هارد لك. يلا يلا بينا يلا يا يا رجالة. الأخبار؟ ايه يا باشا، يا باشا. نورتوا مصر. الله ينورك. جاهز؟ جاهز؟ انتوا جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. السؤال الأول، قبل انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي ريال مدريد. زيدان. غلط. ايه؟ مين هو آخر لاعب برتغالي انضم إلى ريال مدريد؟ اخر لاعب برتغالي انضم. 5 4 3. ميسيجو. غلط. كاس كارفاجو. بيبي. بيبي. يا انت مشجع دوري اسباني اه؟ انا نعم مشجع برشلونه. السؤال الثاني، على أي نادي سجل كريم بنزيما هدفه الأخير؟ بالباو. غلط. هدفه الأخير ليه؟ مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. دوري ابطال مصر 22 23 كان 5 على 4 3 2. تشيلسي. إجابة صحيحة. 1-0. ليه؟ عرفت شلون؟ عرفت شلون؟ حق المسلوتة يا جماعه بتعرفوها؟ يلا. السؤال الثالث، أين اعتزل اللاعب أبيدال؟ اولمبياكوس. إجابة صحيحة. 2-0. العب. ماشي. السؤال الرابع، لحد 30. من هو اللاعب اللاتيني الوحيد في قائمة ليستر سيتي؟ 5. اي سنه؟ الوا. إجابة صحيحة. يا ماشي. المسلوتة، انا داخل بعقليه المسلوتة. السؤال الخامس، من هو آخر لاعب انتقل من نادي ريال مدريد إلى نادي سعيد؟ هو أنا شفتك. ما فيش فار هنا، معلش. من نادي ريال مدريد الى نادي تشيلسي، او من نادي مانشستر سيتي، 5 او الى نادي 4. كوفازيتش. غلط. إلى نادي بورتو. تعرف 5 4 3. كاسياس؟ إجابة صحيحة. بيبي 3-1. فقط وبيك بيلعب بشكتاش. حكيت عكس اللي تحكي لي اياه. ايوه عرفت. لا يا زلمه قلت لك كاسياس. يلا 3-1. السؤال السادس، عايزين بطل كوبا ديل ري عام 2000. 2000 وكام؟ ريال بيتيس. غلط. عايزين بطل كوبا ديل ري عام 2010. 2010 اشبيليا. إجابة صحيحة. 3-2. السؤال السابع، في أي نادي أنهى مسيرته اللاعب البلجيكي ديريس سعيد؟ دينيس جالت سراي. إجابة صحيحة. درايس. 4-2 ديريس ميرتنز. اوكي اخذت دينيس. 4-2. السؤال رقم 8، ما هو أول نادي أوروبي لعب له اللاعب المكسيكي؟ موناكو. غلط. ما هو أول نادي أوروبي لعب له اللاعب راؤول خيمينيز؟ 5 4 3 2. اتلتيكو. إجابة صحيحة. توقعت تستخدم وسيله مساعده. تعرف كمان؟ المرة الجاية خلص. واضح إن الرجالة مش محتاجين وسيلة مساعدة. لا انا هستخدمها دلوقتي ها. حتى لو بعرفها والله يا حنان حلتم او حسام. يلا ماشي. السؤال رقم 9، نتيجة 4-3 يلا. في نهائي كوبا أمريكا عام 2015 ضربات الجزاء انتهت. لوكاس بيليا. غلط. متسرع يا سعيد. انا مفلسف مش متسرع. في كوبا أمريكا عام 2015 ضربات الجزاء انتهت 3-1. مين سجل الضربة الوحيدة للمنتخب الأرجنتيني؟ استعين بصديق. تعال رمزي. انا عارف الجواب، انا عارف الجواب بس انا فكرت بنضيع لوكاس بيليا. مين يا رمزي؟ انا مش فاكر اكس سانشيز وبيحطها بانينكا. احنا ابن الارجنتين مبدئيا. مش معاك.
هو ميسي ضايع. لوكاس بيلي انا كان ضيع مثلا. ميسي ضيع 2016. ما هي دي انت قصدك 15 2015 اول بطوله. ماشي يا اسطى، هو ميسي لحق اصلا يفوت. اتوقع ميسي مش هاتر. ميسي ما فاتش صح؟ دي واحده. يا جماعه معاكم كده اجويرو 5 ثواني. حاسه مكانه. 5 لا حاسه كمان 4 والله 3 اعطي من جواب. هو فعلا ميسي. ممكن اسال جايب الثقه منين ان ميسي؟ هو فعلا ميسي. خدوا ميسي. حاسس بالثقه اهو. اسمعني. السؤال العاشر، النتيجه 4-3، يا اما تتعادل يا اما فرق 5-3. مشيها بس انا زميلي معطيني اريحيه في اللعب، فهمت علي؟ مشيها. السؤال العاشر، يلا. عند فوزه بالدوري عام 2009 مين كان مدرب نادي هوتر؟ لوران بلان. إجابة خاطئة. يوم جانا السؤال. يلا انا عايز استعين بصديق. طب اسمع السؤال طيب. طب لا عايزين نحتفل مع بعض، مش عايزين نكمل. مدرب نادي فولفسبورج. تعالوا يا شباب نحتفل مع بعض. لسه في 100 متر كمان. في 100 متر ايه؟ لسه في اسئله. حالتم خش عادي جاوب. خش حالتم مين جاوب. مدرب كان في السبورت؟ عام 2009. مدرب برتغالي مدرب برتغالي هو كده تقريبا. لا مدرب فيليكس ماجار. فيليكس هو مدرب الماني مبدئيا. ما بعرف بس يعني هذا الجيم الفصال. الكاميرا هي الكاميرا هي. الجيم حسام الفصال. احنا لو جاوبنا سيرك فيرجسون نكسب برضه، شو رايك نجاوب ارسن فينجر؟ لسه في راوند كمان. اوكي انا عايزين فارق احنا. هذه اوكي لحظة تاريخية نجلد هوتر. يلا نحكي مع بعض. 3 2 2 1 فيليكس فيليكس ماجار. ماجار. خليتنا غلط. اجابه صحيحه. 5-3. 10 رجاله. اليوم مستقط في هوتر، مش مصدق والله. انا عايز العب لعبه هداني. لو كل واحد ليه جرس اعتقد كان ممكن يعني. هاي شخني. يلا رمزي. حالتم. لا ما ده انت لو فقعتني ايدي رح تنطج. صاحبي مشي واحده سؤال خلص ماشي. عشان ما اخسرش ايدي. ما انا خايف اعيد صراحة. ابو حالتم انت داخل ال 100 متر الاخيره متاخر نقطتين. جاهز؟ خدتهم ما جاهز. تقلقش يا صاحبي، هتاخدهم دلوقتي. يلا بينا. نقطه اهي. السؤال الاول، اين بدأ مسيرته اللاعب الارجنتيني اجويرو؟ ابو حالتم. استنى يا صاحبي. ماشي. وين بلش؟ ريفر بليت. غلط. اجابه خاطئه. بلش في 5 4. ريسنج. غلط. الاجابه الصحيحه اندبندنتي. ابشر هسه بكلم. ماشي خلاص. اسمع اعمل لي زي هيك. السؤال الثاني، مين هو هداف منتخب كولومبيا في كأس العالم عام 2018؟ ياريمينا. اجابه صحيحه قويه فشخ. شفت الضرب انت كسرت الجرس معلم. اعمل زي هيك هو. 10-7. استوني الضغط بيزيد على ابو حالتم. السؤال الثالث، قبل انتقاله لنادي اي سي ميلان اين كان يلعب اللاعب الارجنتيني هيرنان كريسبو. لاتسيو. غلط. برما. غلط برضو. الإجابة الصحيحة هي تشيلسي. السؤال الرابع، فرق 3 نقط، أين هو الآن المدرب؟ رافا بينيتيز. بارافينايكوس. إجابة صحيحة. السؤال الخامس، على أي ملعب أقيم نهائي يورو عام 2008؟ يا ابني هتموت الراجل. سعيد يورو 2008 الملعب تعرف؟ تعال تعالى بقى. تعال. انا بعطيك الهنت، وانا عامل في ملعب النمسا. يا حبيبي ما تعطينيش هنت. هو العمل عاصم الصورة النمساوية، كان مدرب اسم المدرب النمساوي فاز في الابطال مرتين مع فريقين مختلفين اللي هو احكي جاوب. يا عم ده مش فقرة قصة لاعب. إجابة صحيحة. فرق نقطة يا رمزي. اعمل ايه تحت طيب؟ الضغط التنهار صح؟ اعمل ايه طيب؟ لا ايدي يا صاحبي. السؤال السادس، مين هو أكبر لاعب سنا تسجيلا لبرشلونة في الدوري؟ الاسبوعاني داني الفيس. إجابة صحيحة. التعادل لأبو حالتم. طول الناس 4 أسئلة باقيين وكامباك عالمي من أبو حالتم. مين الفيل فينا؟ السؤال السابع، إيه هي أكتر جنسية أجنبية مثلت نادي مانشستر؟ مين داس؟ انا. أوكي 5. يونايتد فرنسا. غلط. هي مانشستر يونايتد فعلا يا رمزي. غششك.
هولندا. غلط، الاجابه الصحيحه هي اسكتلندا. مش معتبرها اجنبيه. لا مش معتبرها اجنبيه. السؤال الثامن، تيجي نخلصها 3 اسئله حلو صح. والتعادل. بص يا اسطى، خد سؤال وسؤال ونلعب بسسبنس. والاخير نرمي الجرس. بالظبط. من سجل هدف بولونيا مش عاوز اجاوب. انت في نهاية اكيد. الكاس اندوري. اجابه صحيحه والتقدم لابو حلتم. وباقي سؤالين. يا اسطى خد جاوب انا خلاص. نفسي اجاوب، يعني ادوس على الزرار بدري عشان الا حد اسمع بعد يجاوب. ما اجاوب هاد بعطيك اخر واحد. رمزي تحت الضغط. انا كنت اول ما الدنيا انا عارف ان هو اندوي، بس يعني نفسي ادوس على الزرار. ابو حلتم، انت لو جاوبت الاجابه دي صح النتيجه تبقى 4-0 لحسام في 300 متر تتابع. اهدى بقى، اهدى. السؤال التاسع، مين هو اكتر لاعب تدرب تحت قياده المدرب فابيو كمل. اللاعب البرازيلي إيميرسون. اجابه صحيحه ويفوز ابو حلتم بالحلقه. كامباك عالمي. هارد لك. كله فدا ان ياسين يكسب بس يعني. 4-0 300 متر تتابع. عايز اعمل الفريق السؤال الاخير بس ممكن تسيب الجرس نفسي الحق خلاص. امام اي نادي لعب ارسن فينجر مباراه الأول؟ خليني اجاوبها غلط. استنى. الفيل هارد فيل تاون. اجابه صحيحه. الفريق الفايز بقى. الف مبروك يا رجاله. الله يبارك فيك. 13-10 بالاجابه الساج لايف الاخيره دي. يعني بصراحه مش عارف اشكر حلتم وسعيد ازاي. بس انا عندي سؤال، هل فعلا هوتر فقاعه صراحه تحدي 30؟ نعم صحيح. الليله كانت ليله اسقاط هوتر. بجد؟ انا بحب لا، اشكرك اصلا انك اعطيتنا الفرصه لنسقط هوتر اليوم. ياسين. ياسين. هوتر، هل الضغط في لعب في وقت تحدي 30 اوحش ولا ضغط لعب مع ياسين؟ صراحه كنت مرتاح مع زميلي ياسين، اديت اول فوز ولا نص فوز يعتبر. كان مرتاح هو بيتفشخ يعني. بالظبط. بيتفشخ عادي بالاول. على عموما يا رجاله، واحد مش عارف يشكركم ازاي. جيتوا انا يعني- يعني النتيجه انت متعود اصلا. 4-0 ولا هي ولا صح 4-0. انا متعود يعني. انا حبيت اعوض. فلا جديد يذكر ولا ايه؟ ولا قديم يعاد. بالظبط كده. ماشي، شكرا يا جماعه، شكرا، نورتونا وشرفتونا في مصر. معاكم تاني يجوا في اي وقت ان شاء الله عشان نحط ياسين ووتر تاني ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ماشي، شكرا يا جماعه. وتنتهي الحلقه بالنتيجه اللي كلكم عارفينها، وهي خساره ياسين منتصر المره الرابعه على التوالي. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، نفس النتيجه هي. شكرا.